السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما احنا شفنا الاعلان الرسمي لفيلم سبايدر مان نو واي هوم اللي نزل تقريبا من اسبوع، فطبعا من غير كلام كتير يلا بينا نبدأ في الفيديو. سبايدر مان نو واي هوم، طبعا الاعلان التاني نزل وفتح لنا مجال لحاجات كتيره جدا احنا كناش عارفينها، وفي حاجات كتيره كنا متوقعينها وحاجات خيبت كل التوقعات بتاعتنا. اول حاجه هي الفيلنز اللي ظهر في الاعلان ده، وهو اول فيلنز ظهر في الاعلان ده هو جرين جوبلين ظهر في الاعلان دوت بطريقه كده مشوقه جدا، شدتني بصراحه للاعلان، فخلتني مستمتع في الفرجه بتاعتي على الاعلان اللي نزل ده وعلى جرين جوبلين، واخيرا ظهر بعد ما كنا عارفينه من القنبله بتاعته بس. فطبعا زي ما انتم شفتوا جرين جوبلين وظهر في كذا لقطه في الاعلان. نيجي للفيلن التاني اللي ظهر في الاعلان وهو دكتور اوكتوبوس، ودكتور اوكتوبوس ده يعني احنا كده حرقناه، يعني هو اتحرق، فظهر في كذا لقطه دكتور اوكتوبوس، وظهر في الاعلان الاولاني وظهر في كل حاجه، والراجل ده حرق نفسه بنفسه اصلا والله يا جماعه. انما العظمه بقى اللي ظهرت واللي شفناها بطريقه عظيمه جدا كان الكترو ظهر زي ما احنا عارفين باللون الاصفر، وزي ما انا قلت في الفيديو اللي فات انه هيظهر باللون الاصفر بتاع الكوميكس، وطبعا شفنا قد ايه الكترو كانت القوه بتاعته شديده جدا عكس ما شفنا في ذا اميزنج سبايدر مان 2 بتاع اندرو جارفيلد. ظهر تاني وكانت المفاجاه هو الليزرد ظهر هو بنفس الشكل بنفس الهيئه بنفس كل حاجه، لكن هيتغير لو في اعلان تالت نزل، وفي الفيلم برضه هيتغير اللبس بتاع الليزرد لحد ما يبقى زي الكوميكس بالظبط. طبعا الكلام ده كله انا قلته برضه في الفيديو اللي فات. ظهر تاني بشكل غريب جدا عكس اللي احنا نعرفه في سبايدر مان 3 بتاع توبي ماجواير ساند مان. بصراحه الثلاثه دول لما اتجمعوا في لقطه واحده انا كنت مستمتع بطريقه غريبه، يعني بصراحه من كتر المتعه انا ما كنتش مصدق. فبس دول الاعداء اللي ظهروا في الاعلان ده، واحنا كنا متوقعين هم 6، وكنت متوقع ان في اصلا 13 فيلن ممكن يظهروا في الفيلم ده، لكن برضه لسه في حاجات مستخبيه كده، يعني هو المفروض في الاساس اصلا 6، المفروض 6 اعداء، ظهر 5. زي ما قلت في الفيديو اللي فات بتاعي ان ممكن ميستيريو يظهر، وفينوم طبيعي هيظهر، واحتمال كبير راينو يظهر، لكن طبعا لسه ما فيش اي حاجه من الثلاثه دول اتاكدت لحد دلوقتي. لكن احنا متوقعين اول ما الفيلم ينزل، او لو نزل التريلر الثالث زي ما هم قايلين يوم 29 نوفمبر، ان هيظهر فيه فيلن تاني اكيد وش. طبعا احنا كده خلصنا الفيلنز اللي ظهروا في الاعلان واللي لسه كانوا هيظهروا في الفيلم واللي ما هيظهروا في الاعلان الجاي، فتعالوا بقى نتكلم في لقطه ثانيه مهمه جدا. زي ما احنا شفنا في اللقطه دي ان توم هولاند اللي هو سبايدر مان بينط على قنبله، القنبله دي موجوده في البيت بتاع عمته، وطبعا زي ما احنا عارفين ان اللقطه دي والقنبله دي قنبله الجرين جوبلين، فظهرت عمته في الاعلان في اللقطه دي برده زي ما انت شايف قدامك كده، ان هي ماسكه مصل كده زي بتاع اندرو جارفيلد، فاكره المصل ده اللي هي ماسكاه ده بتاع عالم اندرو جارفيلد بتاع اوسكار، اللي الوحيد اصلا بيعرف يعمل المصل ده اللي هو اندرو جارفيلد، فدي تاكيد ان اندرو جارفيلد هيظهر في الفيلم. في اللقطه دي احنا شفنا ان توم هولاند بينط على قنبله والقنبله فرقعت، فده احتمال ان تكون اللقطه دي عمته هتموت فيها. وطبعا شفنا في نفس اللقطه دي ان هابي زي ما انت شايف كده قاعد في العربيه بتاعته، ونفس العربيه برده ظهرت في اللقطه دي لما القنبله فرقعت، بس القنبله دي فرقعت بره، يعني معنى كده ان في قنبلتين، قنبله جوه في البيت وقنبله بره. طبعا ده يدل ان جرين جوبلين ظهر في اللقطه دي، وان الليزرد كمان ظهر في اللقطه دي، والاثنين كان في حاجه عايزين ياخدوها من توم هولاند اللي كان موجود عند عمته في الحته دي. كده احنا عندنا 2 ممكن يموتوا في اللقطه دي، او واحد منهم هو هابي او ماي. شفنا برده في الاعلان اللي نزل اللقطه دي بتاعت سبايدر مان الاسود، طبعا ده مش سبايدر مان الاسود ولا حاجه، دي بدله بلاك اند جولد سود بتاعت توم هولاند اللي هي بتظهر اصلا لما انت تقلب البدله الحمراء بتاعته، زي ما احنا شفنا في سبايدر مان فار فروم هوم ان اساسا توم هولاند بيقدر يقلب البدله بتاعته دي اللي هي الحمراء تبقى بدله سمراء، وده نتيجه لو حصل تلف فيها او عطل. هتقولي طب ازاي البدله دي جوه البدله دي، او هتقولي مثلا ازاي البدله دي ظهرت، وازاي ايه الفكره يعني، او ايه الفكره ان البدله دي تظهر اصلا في الفيلم. اقول لك ان كان في لقطه مسربه قبل كده لتوم هولاند، وحد وقع عليه دهان اخضر بوظ له البدله من بره خالص، واللقطه دي ظهرت في فيديو مسرب مش هينفع اجيبه لان الفيديو اتحذف تماما بعد ما نزل بساعتين. شفنا بعدها في لقطه ثانيه ان سبايدر مان الاسود اللي انتم مسمينه الاسود، لكن هو مش اسود، هو دي اسمها بلاك اند جولد سود اللي هي البدله المعدله للبدله الاصليه الاوريجينال بتاعه سبايدر مان توم هولاند. شفناه في اللقطه دي وهو متعلم السحر بتاع دكتور سترينج ووراه الكترو في الصوره زي ما انت شايف. طبعا احنا عارفين ان دكتور سترينج هيعلم توم هولاند السحر عشان يقدر يقاوم ويقدر يتحدى الفيلنز اللي موجودين في الفيلم دول. نيجي لحته ثانيه في اللقطه دي لما دكتور اوكتوبوس مسك توم هولاند على الكوبري وقال له انت مش بيتر باركر. طبعا ما لازم دكتور اوكتوبوس جاي العالم ده بالذات علشان يموت بيتر باركر اللي هو توبي ماجواير، فطبيعي يعني لما يلاقي سبايدر مان غير اللي هو عارفه هيساله انت فين، وانت فين سبايدر مان اللي انا عارفه. فدي برده لقطه تاكد لك ان توبي ماجواير هيظهر في الفيلم ده. هتقولي ليه ما ظهرش في الاعلان في اللقطه دي او في اي لقطه؟ اقول لك هم عارفين بيعملوا ايه، وهم عارفين ازاي بيحمسوا الناس اللي هيتفرجوا على الفيلم. طبعا جينا نشوف لقطه الدراعات بتاعه دكتور اوكتوبوس وان هي بتتحول للون الاحمر. اللقطه دي ظهرت لما الحته دي بتاعه توم هولاند لما هو مسكه على الكوبري كده، البدله بتاعه توم هولاند الحمراء
الاحمر هتتكسر. فطبعا لما تتكسر البدله دي، فزي ما انت عارف ان دكتور اوكتوبوس الدراعات بتاعته معموله بالنانو تكنولوجي زي بدله توم هولاند معموله برده بتقنيه النانو تكنولوجي، فده يساعد ان يعمل الدراعات بتاعته ابجريد يبقى بالشكل ده وتبقى اقوى من زي ما احنا عارفين. نيجي لخبر تاني تم تسريبه ان مايلز موراليس ممكن يظهر في الفيلم ده في لقطه الكوبري دي بالظبط، وده على حسب ما الكلام اللي اتقال ان مايلز موراليس هيظهر في الفيلم دوت تمهيدا لفيلم جديد هيتعمل له في العالم بتاعه، وان هو اللي ممكن يعني ينقذ توم هولاند من اللقطه دي. لان زي ما احنا شفنا ان بعد ظهور دكتور اوكتوبوس ازاي دكتور اوكتوبوس جه هنا واتحبس قدام توم هولاند وقدام نيد وقدام ام جي، يعني اكيد في حاجه مسكته، ما هو اكيد يعني مش هيقدروا عليه، ما هو اكيد يعني توم هولاند لوحده مش هيقدر على دكتور اوكتوبوس، فدي حاجه تخلي دماغك تلف اللي هو ازاي كان هنا وبقى محبوس هنا عندهم. شفنا في اللقطه دي حد حاطط ايده على توم هولاند، طبعا هتيجي تقول الحد ده مين؟ هقول لك الحد ده ماري جين بتاع سبايدر مان 1 و 2 و 3 اللي ظهرت مع توبي ماجواير. هتقول له عرفت ازاي ان دي ماري جين؟ هقول لك انا قلت الفيديو اللي فات ان الممثله دي كانت هتظهر في الفيلم ده وقالت لا مش هظهر، لكن بعد كده حصلت تسريبات ان هي ظهرت في الفيلم فعلا. وهقول لك الممثله هي شعرها احمر ودي شعرها احمر، طب لو هي عمته مش هيظهروا وشها ليه مثلا؟ فدي برضو لقطه سوني ومارفل عملوها مع بعض علشان يزودوا الحماس، وبرضو حته كده مستخبيه، فاهم انت؟ حته مستخبيه عشان ما حدش ياخد باله منها ونتفاجئ كلنا في الفيلم والحماس بتاعنا يزيد جدا للفيلم ومبيعات الفيلم تكتر. اجي اقول لك لو انت فاكر جوين ستايسي اللي كانت في ذا اميزنج سبايدر مان 1 وذا اميزنج سبايدر مان 2 بتاعت اندرو جارفيلد هتظهر في الفيلم ده زي برضو ما انا قلت في الفيديو اللي فات، وده اكبر دليل ان هي كانت في حفله مع الممثلين دول مع جيمي فوكس ومع زندية وكانت متصوره معاهم في نفس المكان، ودي لقطه كمان معاها هي وزندية في نفس اللقطه دي وفي نفس المكان ده ظهر اندرو جارفيلد مع توم هولاند زي ما انت شايف في نفس الحفله. فبيتهيألي ما اظنش ان في اكبر من كده تاكيد ان دول هيظهروا في الفيلم وان اندرو جارفيلد في الفيلم وان توم هولاند في الفيلم مع توبي ماجواير كمان. شفنا بقى اللقطه العظيمه جدا في اخر الاعلان لما توم هولاند سبايدر مان رايح على اليجرو على ساند مان وعلى الليزر، شفناه طبعا ان هو رايح لوحده محدش يقدر يتكلم، رايح لوحده قصاد الثلاثه الاعداء دول. نيجي نشوف في الصوره دي ان اصلا ساند مان باصص لمين؟ باصص لتوم هولاند. طب الكترو باصص لمين؟ طب ليزرد باصص لمين؟ في لقطه اتسربت من الاعلان البرازيلي وبرده اللقطه اللي اتمسحت في نفس اليوم ان الليزرد اتضرب من حد. طب مين اللي ضرب الليزرد ده؟ مين اللي ضرب؟ طب الكترو باصص لمين؟ طب الليزرد باصص لمين؟ طب ساند مان عارفين رايح لتوم هولاند. طبيعي بالسي جي اي مارفل وسوني شالت اندرو جارفيلد وتوبي ماجواير. تيجي تقول لي ايه اللي بيخليك تاكد على الكلام بتاعك ده؟ اقول لك بص الصوره دي اللي انا سربتها الفيديو اللي فات، المكان ده نفس المكان اللي ظهر فيه الثلاثي الاعداء دول، ونفس اللقطه دي برضو ظهر معاهم توبي ماجواير واندرو جارفيلد في الصوره زي ما انت شايف. فاظن مفيش اكبر من كده تاكيد ان الثلاثه دول هيظهروا في الفيلم بالظبط، لكن برضو سوني ومارفل عندها حرص ان هم يخبوه. السي جي اي تعمل كل حاجه يا جماعه، والله تعمل كل حاجه. هتقول لي طب ما ممكن اصلا اللقطه دي تسقط الفيلم وتخلي الفيلم مش هينجح وتخلي الناس كتير تشك في مارفل وتشك في سوني. اقول لك لا، مارفل وسوني مش هبل، لان مارفل وسوني عملوا الحركات دي كتير قوي في حاجات قبل كده وهم عارفين بيعملوا ايه كويس، واكيد اكيد 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 توبي ماجواير واندرو جارفيلد هيظهروا في الفيلم، وتسرب ان هم هيظهروا في الفيلم كمان لمده ساعه ونص. وفي اللحظه التاكيديه برضو ان دكتور اوكتوبوس لما كان بيكلم توم هولاند ونيد وزندية اللي هي ام جي كان بيقول لهم احنا هنحتاج مساعده خارجيه لانك مش هتقدر لوحدك عليهم دول. فطبيعي ان دي حاجه تاكد اصلا ان هم هيجوا في الفيلم. والله نيجي بقى اللقطه لفه شويه كده، اللقطه دي دلوقتي انت زي ما انت شايف ان توم هولاند وزندية ونيد واقفين بيتكلموا مع مين؟ واقفين بيتكلموا مع ده، مع دكتور اوكتوبوس. طبعا بيقولوا له انت اسمك ايه؟ فهو رد عليهم زي ما احنا شفنا في التريلر قال لهم انا دكتور اوتو اوكتوبيوس. فهم ضحكوا. انت يا مشاهد ضحكت؟ انا ما ضحكتش. هاجي اقول لك على حاجه ثانيه، في لقطه اتسربت النهارده من الاعلان الجديد بتاع سبايدر مان ودي تي في سبوت ظهر فيها اللقطه دي، دكتور سترينج توم هولاند مع دكتور اوكتوبوس. لو انت خدت بالك ان اللقطه دي اصلا هتبقى متاخده ومحطوطه مع لقطه نيد وتوم هولاند. وطبيعي هاجي اقول لك على حاجه كده مستخبيه، لو انت قابلت حد اسمه زي اسمك بالظبط ولابس لبسك وشغال نفس الشغلانه بتاعتك ومعاه كل حاجه تخصك، فطبيعي انت هتضحك اصلا. دي احتمال تكون لقطه ظهور توبي ماجواير او اندرو جارفيلد، او اصلا هم الثلاثه موجودين ولابسين نفس اللبس وبيقولوا انا بيتر باركر، وده يقول انا بيتر باركر، ده يقول انا بيتر باركر. نيجي بقى للقطه دي بتاعت موت ام جي. طبعا سوني مش هتفضل تكرر في سبايدر مان توبي ماجواير ماري جي، وسبايدر مان اندرو جارفيلد جون ستايسي، وسبايدر مان توم هولاند ام جي. طبيعي يعني مش هتقدر تكرر في اللقطه كتير، لازم تجدد كده. فانا متوقع في اللقطه دي ان اللي نط وراها والايد دي ايد اندرو جارفيلد، يروح جاي بقى رايح على توم هولاند يقول له انا خسرت حد عزيز عليا بنفس الماء، الايد قربت تلمس الايد. فطبيعي برده مش هتعدي بالساهل، يعني اللقطه دي لازم يحصل اكشن كده يشدك كده ويحمسك برده. لكن حقيقي اللقطه دي انا اتاثرت جدا باللقطه دي بالذات. شفنا فيها بعد اللقطه الاخرانيه في الاعلان ان دكتور سترينج بيقول له انا مش قادر اسيطر على الموقف، كلهم بداوا يدخلوا. اللقطه دي حاجه من الاثنين، يا اما في اخر الفيلم وهو بيقفل العوالم الموازيه دي كلها فلقى ان في اعداء اكتر داخلين وسبايدر مان كتير داخلين زي ما شفنا في سبايدر مان انتو سبايدر فيرسز، او تكون اللقطه دي اصلا في اول الفيلم خالص لما التعويذه باظت وبدا بقى الاعداء دول يخشوا وسبايدر مانات كلهم يخشوا. سوني الهنديه كانت منزله موقع كده فيه حجز التذاكر لفيلم سبايدر مان نو واي هوم، والموقع ده موقع رسمي بيحجز التذاكر ونازل فيه الصوره بتاعت الثلاثه سبايدر مان اندرو جارفيلد وتوبي ماجواير وتوم هولاند. فطبيعي يعني سوني مش هتهبل وتنزل حاجات مش
مش هتحصل. بس واخيرا موعد نزول الفيلم في مصر يوم 16 ديسمبر الجاي دوت وبس. يعني ان شاء الله يبقى فيلم كويس وفيلم ينال الاعجاب بتاعنا. ودي كانت اخر الاخبار عن فيلم سبايدر مان نو واي هوم، ولو في اي حاجه جديده هنزلها لكم في القناه دي. سلام.